وبركاته. دائما مع الحبوب هذه أو الحبيبات. حلقة اليوم عن حب رشاد، يعني هذا الكراس سيدز. والحب رشاد استهلاكه معروف، ولكن حتى الكمية معروفة، هو يستهلك بأقل كمية ممكنة، ليس كحبوب الكتان وليس كالسمسم وليس كالحلبة وليس كالحبوب الأخرى. حب رشاد يستهلك بكمية ضئيلة جدا، وهذه الكمية لا تضر. لماذا؟ لأن في بعض المكونات التي يعني سنرى أنها قد تكون يعني قد تؤدي إلى بعض المشاكل إذا ما أكثر الناس يعني من هذه الحبوب. فهذا الحب رشاد كيعرفوه الناس حبيبات حمراء جميلة جدا في لونها، وأن لما ننقعه في الماء، اللي كيترطب في الماء يعني يعطي واحد الهلام، كيخرج من واحد الهلام أبيض جيل. هذا هلام أبيض، وهذا الهلام أبيض من بعض الاستعمالات اللي كانوا الناس كيديروها. كانوا الاشخاص اللي كينظفوا الاعين ديال الاطفال ولا حتى الاعين ديالهم كانوا يعملوا لي حبه حب رشاد في عينه، وكيخليو هذيك الحبه تدور في العين يعني باش تنظفها، لان هذا الهلام كيخرج جميع الاوساخ اللي